احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم في فكره الصالح العام، لانه السواد الاعظم عشان ما يبقاش الكلام ان احنا فانا بتكلم على كل الانديه في حته هنا وهنا. السواد الاعظم من الانديه في مصر عندها مشكله في قطاعات الناشئين، بقت اسمها مرحله الاستماره حتى بالظبط كده. يعني فاحنا مرحله بنتكلم ممكن يبقى في هنا نادي احسن، ممكن يبقى في هنا نادي افضل، بس احنا في الاول وفي الاخر بندور على حلول للكل، ما مش على نادي اكيد ولا طبعا ولا نادي. احنا عندنا مشاكل في قطاعات الناشئين بشكل عام، وانا دلوقتي بتكلم على اهلي وزمالك ومقاولين وغيره 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 وانديه كتير جدا. ما هو الانديه دي بيحصل فيها انا عايز الانديه وكل انديه مصر واللي في الممتاز به واللي تحتيها واللي تحتيها تهتم بالناس اللي عندها موهبه. ما هو طول عمر المواهب ابراهيم انا عايز اقول حاجه بس، معلش انا اسف والله، هي المواهب بتتولد فين؟ هي بتتولد في الاهلي ولا في الزمالك ولا بتتولد في اسوان وبتتولد في المنيا وبتتولد في الاقاليم ويروح انديه صغيره بعد كده يجي على انا جايب انا بتكلم عن تجربه انا عشتها يا حبيبي. انا مش يا شيكا معلش يا جماعه والنبي، مش على الزمالك والله، انا في الشغلانه دي بقالي كتير. انا مش عايز الكلام يتنقل على السوشيال ميديا شيكا الزمالك وليد الاهلي. انا بتكلم في صالح عام في منتخب، فمش عايز اقول لك حاجه يا ابراهيم. انا قعدت مع اولياء امور صحابي بيلعبوا في انديه ثانيه. حلو الكلام ده والله العظيم بيحصل في انديه ثانيه. اهو بقول لك اولياء امور صحابي ولادهم بيلعبوا في انديه بيطلب منهم فلوس. ايوه ماشي، ما احنا عارفين ان هو ده اللي بيحصل. انا الكلام بقى الجهات الرقابيه، ما ده اللي بتكلم، الوزارات اللي تتكلم، اتحاد الكوره اللي يتحرك، الناس دي اللي بتبتدي تراقب وتشوف وتطلع لنا لعيبه. ما هو لازم يبقى فيه نوع من انواع التقنين للاوضاع السداح مداح دي، هو ده اللي انا بتكلم فيه. والملاعب اللي انت كل شويه تشوفها بتتاثر، واللعيبه اللي انت عمال تتفرج عليها كل شويه احنا ما عندناش مواهب يا جماعه. احنا بنتكلم في منظومه بالكامل، منظومه بالكامل فاشله. الموضوع لازم منظومه بالكامل فاشله. لما اشوفها واصله للدور قبل النهائي ولا في المربع الذهبي، لازم افهم الناس انه ده مش منطقي، وافهم الناس ان انا عندي مشاكل.